ايه رأيكم لو نعمل النهاردة سكر صحي في البيت؟ من النهاردة هنعمل السكر في البيت. هيفيدك جدا لو بتعملي رجيم، ويفيد كمان اولادك. لانه سهل جدا. هتاخدي منه معلقة على علبة الزبادي او على كوباية الحليب الصبح قبل ما ينزلوا يروحوا المدرسة. اديهم شوية نشاط وطاقة قبل ما يبدأوا يومهم الدراسي، او لو انت بتعملي رجيم برضو هتستخدميه في اكلاتك ووصفاتك اللي بتعمليها. سكر صحي جدا جدا، وطريقته سهلة من اسهل ما يمكن. بس قبل ما نبدأ، لايك للفيديو واشتركي في القناة علشان يوصلك جديد فيديوهاتي. انا اميرة ودي قناتي صنع في المطبخ. ويلا بينا نقول بسم الله ونشوف الطريقة. طبعا التمر عندنا ده بيكون موجود في البيت من رمضان، بيكون كده حبة في التلاجة موجودين في علبة صغننة كده متشالة، مش عارفين نعمل بيهم ايه. لا، تعالي النهاردة نستغلهم ونعمل بيهم احلى سكر في البيت. كل اللي هنعمله ان انت هتجيبي التمر بتاعك وتبتدي تمسحيه بفوطة مبلولة او بمنديل مطبخ مبلول بالمية، علشان تتخلصي من اي اتربة موجودة عليه. انا مش عايزة اغسله تحت المية لاني انا عايزاه يستمر محتفظ بالجفاف بتاعه وما يطراش. انا مش عايزاه يطرى خالص. كده خلاص خلصنا. هنعمل ايه؟ هنجيب صينية بقى من اللي ينفع ان هي تدخل الفرن، صينية الومنيوم، صينية تيفال، اي حاجة. وهنبتدي نفتح التمراية بتاعتنا ونتخلص من النوى الموجود جوه التمراية بتاعتنا. وخلي بالك وانتي بتفتحي التمراية علشان بتبقى ناشفة، فعلشان ايديكي ما تنجرحش. واحدة واحدة كده لحد لما تخلصي الكمية كلها اللي قدامك. اقول لك بقى على فوائد التمر وسكر التمر. التمر غني بالالياف الغذائيه المفيده للجهاز الهضمي، وكمان بيحتوي على نسبه عاليه من مضادات الاكسده. وبيعالج الانيميا لانه بيحتوي على الحديد. شايفين كل فوائده قد ايه؟ انا عماله اعدد فوائده ولسه في فوائد كتير كتير. ويعتبر مصدر طبيعي للسكر. واهم حاجه ان سكرياته بتكون بسيطه وسهله الهضم. علشان كده انا بفضله ان احنا نستخدمه كبديل للسكر الابيض. حتى لو انت ما بتعمليش رجيم او اي حاجه، استخدميه، ده حاجه طبيعيه. وكل حاجه طبيعيه بتبقى طعمها حلو قوي. هندخله بقى الفرن على اقل درجه حراره لمده 10 دقايق. ليه؟ علشان اضمن انه يكون ما فيهوش اي نسبه رطوبه، واضمن جفاف التمر بتاعي. تمام كده. انا حطيته 10 دقايق وسبته في الفرن بعد لما طفيتها 10 دقايق تاني. وبعد كده طلعته بره وسبته لما يبرد خالص. تعالوا بقى نشوف كده. اول لما ايديكي هتلمسه هيبقى كويس جدا وناشف، وتخلص من كل الرطوبة اللي كانت موجودة فيه. لو بقى مش عايزة تحطيه في البوتاجاز، ممكن تحطيه على صينية وتحطيه في الشمس، بس تغطيه بشاشة علشان ما فيش حاجة او حشرة تقف عليه. تمام. اتأكدي بس انه جاف تماما. وبعد كده ابدأي طحنيه في المطحنة بتاعتك. هيطلع لك السكر بالجمال ده والحلاوة دي والسهولة دي. تمام. هنبتدي بقى نخلص الكمية بتاعتنا كلها كده ونطحن في الكبة الصغنونة الحلوة بتاعتنا دي. هي كبة صغنونة بس بصراحة جبارة وحلوة، بتطحن كل التوابل. جميلة جدا بصراحة. هنطحن بقى التمر كله ونحتفظ بيه في برطمان ازاز. علشان نستخدمه. هتستخدمي منه نص معلقة على كوباية اللبن الحليب، او على علبة الزبادي، او اي مكون عايزة تستخدمي معاه سكر وانت بتعملي دايت. ده طبعا سكر طبيعي جدا جدا. ممكن كمان تحلي بيه المشروبات بتاعتك. ممكن كمان تستخدميه في المعجنات بتاعتك. لو بتعملي نوع من انواع المعجنات الخفيفة اللي بتحبي فيها نوع من انواع السكر، ده هيبقى بديل للسكر في اي حاجة انت بتاكليها. طعمه حلو جدا، طعمه خفيف، ما بيتعارضش مع طعم الاكلة اللي بتعمليها. وسهل جدا جدا. لو الفيديو عجبك، لايك للفيديو علشان اللايك هي اللي بترفع الفيديو. وكمان اكتبي لي كومنت حلو منك تقولي لي ايه رأيك في الطريقة دي. شكرا للمشاهدة.